اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة عالم عمر. القناة ديت مليانة حاجات كتيرة من العالم بتاعي واهتماماتي المختلفة واللي هي اكيد مشتركة مع الاهتمامات بتاعتكم. الفيديو المرة دي لأي حد عايز يتعلم فيديو اديتنج، عايز يتعلم ازاي يعمل مونتاج للفيديوهات، عملية صناعة الفيديوهات، وما عندوش اي خبرة تمام مع البرامج ديت، وما عندوش الوقت اللازم عشان يتعلم، وفي نفس الوقت ما عندوش الفلوس اللي يشتري بيها جهاز قوي عشان يقدر يعمل الكلام ده. انا قربت من 10,000 مشترك على القناة بتاعتي. معظم الفيديوهات اللي انا عملتها على القناة ديت هتكلم معاك ازاي عملتها باقل وقت ممكن وباقل تكلفة وبجهاز كمان مش لازم يكون قوي. البرنامج اللي احنا هننزله سوا، البرنامج دوت فري تماما، مفيهوش اي فلوس، اسمه OpenShot. ده اللينك بتاعه اللي انت هتخش منها هيفتح لك الشباك الجاي، وبكل بساطة هتعمل داونلود من هنا وهيتسطب معاك، سواء انت كنت شغال بماك او شغال بويندوز او شغال بلينكس حتى. في مزايا مختلفة موجودة في البرنامج ده، منها ان كل الخصائص بتاعت البرامج المحترفة جدا زي ادوبي بريمير مثلا او فاينل كات برو وخلافه كلهم موجودة في اوبن شوت. يمكن ما يكونش موجود فيه نفس عدد الافكتس، لكن في معظم ان ما كانش كل الحاجات اللي انت محتاجها عشان تكون بروفيشنال في الفيديو اديتنج. لكن الميزتين الاهم اللي موجودين في البرنامج دوت حاجتين. الحاجه الاولى انه مجانا تماما وبيعمل ابديت لنفسه بنفسه من غير اي فلوس. الحاجه التانية انه مش محتاج جهاز قوي تماما، راماتك قليله مفيش مشكله، كارت الشاشه بتاعك ضعيف برضه مفيش مشكله. لما نيجي نفتح البرنامج بتاعنا هيجي لنا حاجه بالمنظر دوت. هقول لك كل واحده من دول ايه وهنمشي واحده واحده تاني كانك ما تعرفش اي شيء عن المونتاج، وبوعدك انك في اقل وقت ممكن هيكون عندك خبره لا باس بها تقدر تبتدي بيها في عمليه تصنيع الفيديوهات. الشبابيك الاربعه الاساسيه اللي عندنا هم دول. ده الفيديو بريفيو، ده اللي هيبان فيه شكل الفيديوهات طول ما انا شغال. البروجكت فايلز، ده اللي بيتحط فيه كل العناصر بتاعه الفيديو اللي انا هحطها وهوريك ازاي كمان شويه. البروبرتيز، وده اللي موجود فيه الخصائص بتاع كل عنصر من العناصر انت شغال عليها. وهنا التايم لاين، وده اهم شباك عندي، ده اللي بيبين الفيديو بتاعي ماشي ازاي بالظبط، وهتلاقي ان هو مكون من اكتر من تراك وهنتكلم عن تراكس بعد كده. عايز ابتدي، انا النهارده سجلت فيديو بالموبايل بتاعي او بالكاميرا بتاعتي وعايز ابتدي عمليه المونتاج. ممكن ادوس كليك يمين على البروجكت فايلز واختار امبورت فايلز، او ان انا اجي على علامه الزائد ديت واختار امبورت فايلز. هختار فيديو انا كنت عامله قبل كده عن شرم الشيخ، وهو دوت اللي هنستخدمه في عمليه المونتاج. ظهر لي هنا في البروجكت فايلز، ممكن اخده واسحبه زي ما هو كده على التايم لاين، ممكن احطه في اي تراك انا عايزه. لو انا جيت دوست بلاي من هنا اخبار في عاملين الفيديو ايه؟ اهلا بريفيو بيكم في كل فيديو حاجه جديد هتبان لي. على قناة عالم عمر. اللي انا بتحكم فيه ده بيقول لي انا بروح فين في التايم لاين بتاعي. لاحظ ان انا ممكن ابين التايم لاين كله أو عن طريق الناقص والزائد دول. ممكن اجي كده واقول له يبين لي كل الفيديو من اول لاخره، او ان انا اركز على نقطه معينه فيه بالزوم ان ده، فبقت دي بس المنطقه اللي ظاهره. انت ممكن تضيف حاجات تانية غير الفيديوهات، ممكن تضيف صور، ممكن تضيف ملفات صوت وحاجات تانية مختلفة. لو انا جيت النهارده بنفس الاسلوب عملت import files، هبتدي اختار الحاجة اللي انا عايز اضيفها. في مجموعة من الصور عايز اضيفهم هنا مثلا اهم. هاجي النهارده واقول ان انا عايز احطهم في الفيديو بتاعي، ممكن احطهم في اي مكان انا عايز احطه. حطيت الفيديو بتاعي تحت الصورة، يعني حطيته في التراك تحته. هلاقي ان انا لما اجي اوصل للجزء اللي فيه الصوره والفيديو هيظهر الحاجه اللي موجوده في التراك اللي فوق ويخفي اللي موجود في التراك اللي تحت. كورونا وكده. يبقى كده انا حطيت الصوره بتاعتي فوق التراك. واحد هيجي يقول لي طب الصوره مش مغطيه كل الشكل بتاع الفيديو بريفيو. هقول لك هنتصرف ازاي بعد فتره. زي ما انت شايف كده كل حاجه انا بدوس عليها بيظهر لي حاجات مختلفه موجوده في البروبرتيز اللي على الشمال ديت، هنتكلم برضو عنها ان شاء الله. تعالوا نتكلم عن اللي موجود على التايم لاين هنا بالراحه كده. اول حاجه هنا بتزود لي التراكات. سي ان انا عندي 5 تراكات، ده الديفولت بتاعي، ده الموجود في الاساس، وعايز ازود تراك اضافي، بروح دايس على بلس فيعمل لي تراك 6 مثلا. ايه علامه الماجنت ديت اللي هي السنابنج؟ ايه السنابنج؟ سي ان انا جيت النهارده وقررت انا استخدم واحد من دول وعايز احطه بالظبط يكون لازق في التراك اللي بعده، يعني عايز ده اول ما يخلص
يخش في الاليمنت اللي بعديه على طول. اروح جاي كده، هتلاقي في حاجه لونها ازرق بتظهر وانا بربط الاتنين ببعض. لو انا شلت السناب دوت هضطر ان انا اعمل بعيني بس، مش لازم يقف عندها بالظبط، لكن الماجنت بيسحبها مباشره عليها، بيخليها تقف عندها. في علامه المقص الريزر ده بيعمل ايه؟ بيخليني اقصقص من الفيديوهات. اقول مثلا عايز اقص اي فيديو من الفيديوهات دي واقصها لاكتر من عنصر، فحاجه استخدم الريزر واقول له قص لي المنطقه ديت، وقص لي المنطقه ديت، وقص لي المنطقه ديت. ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ اللي انا عملته ان انا خليت ده فيديو وده فيديو تاني وده عنصر تالت وهكذا، وممكن ان انا اغير الترتيب بتاعهم خالص، احط دوت مكان دوت وهكذا. سي ان انا اتضايقت من اللي انا عملته دلوقتي وعايز اغيره، بعمل اندو ازاي؟ من الزرار دوت، او ان انا اجي على الكيبورد وادوس كنترول زد زي ما بتعمل اندو في العادي جدا. فاعمل كنترول زد عادي كأن ما حصلش اي حاجه. دي ماركرز ممكن انت تحط بعض الاماكن اللي انت عايز ترجع لها في اي وقت وعايز تفتكرها، اماكن مهمه ليك وانت شغال في الفيديو، خصوصا لو كان فيديو طويل، وبتبتدي انك تحط الماركرز بتاعتك في الاماكن اللي انت عايزها. في بقى عندي الماركرز بتاعت البدايه والنهايه اللي هما بالاسهم اللي انت شايفها ديت. ايه دول؟ هاجي النهارده واقول انا شغال في وسط الفيديو ده وعايز اطلع لاوله بالظبط، اعمل ايه؟ برجع للماركر ده لاوله واخش لاخره وهكذا. لو دوست كليك يمين على اي عنصر من العناصر اللي عندي هيجي لي شويه اوامر. الاوامر دي هي الاوامر الاساسيه اللي هتخليني اعرف اعمل مونتاج باسهل صوره ممكنه لكل العناصر ديت. اول واحد عندي ان انا ممكن اعمل كوبي، اخد الكليب ده اخده كده كوبي واروح حاطه هنا زي ما هو بيست. لو انا كنت معدل فيه هياخد نفس التعديلات دي ويحطها لي في اي مكان تاني. ممكن امسحه لو انا عايز اشيله، بدوس عليه واروح دايس على الكيبورد ديليت. الامر اللي بعده فيد، عايز المشهد مش يظهر كده مره واحده، لا يتدرج في الظهور، وفي اكتر من صوره للموضوع دوت. اول خيار منها هو عمليه الفيدنج اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. لما اجي ادوس فيد، ممكن لو كان في فيد اوريدي موجود اقول له لا شيل الفيد، اقول له نو فيد، اي فيد انا عملته قبل كده جوه المونتاج يتشال. بعد كده عندي كذا اختيار تاني، عندي ستارت اوف كليب، عندي اند اوف كليب، وعندي انتاير كليب. ستارت اوف كليب بيقول لي خليه يظهر تدريجي بسرعه او ببطء. الحاجه التانيه خليه يختفي اند اوف كليب تدريجي برضو بسرعه او ببطء. الانتاير كليب بقى بيقول لي خليه يظهر تدريجي بسرعه وكمان يختفي تدريجي بسرعه، او يظهر تدريجي ببطء ويختفي تدريجي ببطء، او يفضل يظهر على مدار الكليب، او يفضل يختفي على مدار الكليب. لو جيت النهارده قلت خليه يظهر ويختفي بسرعه، ده بدايه الفيديو بتاعي، كان في صوره في الاول، بعد ما الصوره تخلص هيبتدي يخش على الحته اللي ازيكم يا بعدها. شباب، ايه اللي الاخبار؟ حصل عاملين كان في ايه؟ اهلا حته ضلمه بيكم في كده فيديو وبعد كده جديد راح ابتدى. على قناه. طب لو انا عايزه يظهر بس ببطء اعمل ايه؟ هروح دايس كليك يمين برضو فيد ستارت اوف كليب مثلا او انتاير كليب، مش فارقه ان انا هنا ببتدي واقول فيدين سلو، ايه ياخد وقت وهو بيختفي ازيكم يا ويظهر. شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اهلا تمام بيكم كده؟ في فيديو. هل دي الطريقه الوحيده اللي تخليني اعمل ترانزيشن ما بين كليب والتاني؟ لا، في طرق كتيره تانية. احد الطرق زي ما قلنا هو عمليه الفيد، لكن انا ممكن اجي النهارده واقول انا عايز اعمل مورف، تحويله ما بين الكادر اللي قبله والكادر اللي بعده. فهاخد الصوره ديت وابتدي احطها على العنصر اللي بعده كده مثلا. هو بيروح عامل علامه زرقاء كده، العلامه الزرقاء دي بيسموها اوتوماتيك ترانزيشن. هنعرف انواع ترانزيشن بالظبط، بس ده اول نوع منها. الاوتوماتيك ترانزيشن ده عباره عن ايه؟ انا هبتدي هنا، انا كنت شغال بالصوره عادي جدا، وبعد كده لما يوصل منطقه زرقاء ازيكم يا هيبتدي شباب، ايه يختفي الاخبار؟ ده عاملين ويبتدي ايه؟ اهلا وده بيكم يظهر في فيديو بداله. جديد. هتلاقي في البار بتاع البروجكت فايلز ده جنبيه حاجه اسمها ترانزيشنز وحاجه اسمها افكتس. هاجي من الترانزيشنز هنا واختار اي ترانزيشن انا عايز اعملها من اي نوع. هناخد مثلا البار ريبل ديت واحطها هنا. لما يجي يبتدي مش بس هيظهر ازيكم يا شباب، ايه تدريجي، ده الاخبار؟ عاملين ايه؟ هيظهر اهلا بيكم في فيديو جديد بالشكل اللي على انا قناه مختاره انه عالم يظهر عمر. بيه، بقالنا كتير ما اللي اتكلمناش هو عن العلامه الحاجات بتاعت ليها علاقه البار ريبل بالسفر ديت. والسياحه، طبعا جروب هل ممكن اتحكم في المده الزمنيه بتاعتها؟ باجي على الشكل الازرق دوت وابتدي ابص على الحدود بتاعته وابتدي اتحكم فيها. فهيجي المره دي يبتدي من هنا. وكده. ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه عالم عمر. لنفترض النهارده ان انت عندك شويه صور وعايز تعمل منها فيديو، اسهل طريقه ايه؟ عندي شويه عناصر كده 4 صور عايز اعمل منهم فيديو على طول. اجي اعمل ايه؟ اروح جاي النهارده مختارهم كلهم من البروجكت فايل، ادوس كليك يمين واختار اد تو تايم لاين وادوس عليهم. يقول لي عايز تحطهم في انهي تراك وعايز تعمل فيدنج بينهم ولا لا.
عايز تعمل اي حركات زي ما هنتكلم عن الزومينج كمان شويه، ولا عايز تعمل ترانزيشنز. سي ان انا هختار يعمل راندوم ترانزيشنز من الاختيارات الكتير اللي كانت موجوده في البار بتاع الترانزيشن، واخلي اللينس بتاعها زي ما انا عايز، ثانيتين 3 ثانيه واحده، وات ايفر انت عايز ايه. تمام كده. وعايز الصوره الواحده تقعد قد ايه في التايم لاين. انا هختار ان كل صوره تقعد حوالي 4 ثواني، وعايزهم يتحطوا في الثانيه 100. يبقى هيتحطوا ورا بعض من بدايه الثانيه رقم 100، كل صوره هتقعد حوالي 4 ثواني، وهيكون في ترانزيشن من صوره للتانيه حوالي ثانيتين. اروح دايس اوكي، كل الصور ظهرت هنا عند الثانيه 100. لما اجي ادوس بلاي هيبتدي يعمل ترانزيشن راندوم زي ما انا قلت له، وينقل بين كل واحده والتانيه، ومده بقاء كل واحده هتبقى حوالي 4 ثواني شامله ثانيتين ترانزيشن. سي ان انا عايز احط صوره ويكون في ازيكم يا وراها شباب، ايه كلام، الاخبار؟ عاملين يكون في ايه؟ اهلا وراها بيكم في فيديو الشغل جديد اللي هو على بيتقال في الفيديو من قناه تحت. عالم عمر. يا شباب، ايه هيجي واحد الاخبار؟ يقول عاملين لي ايه؟ الصوره اهلا مش بيكم في فيديو مغطيه جديد كل على الشاشه، تعال قناه نتكلم عن عالم امر عمر. جديد. وهختار من كليك يمين ترانسفورم. من ترانسفورم هتلاقي فيه شويه نقط طلعت لي. النقط ديت هاخدها وابتدي العب فيها، اخدها كده واكبر الصوره بتاعتي بحيث انها تغطي كل الكادر بالطريقه اللي انا عايزها. هل كان ممكن اعمل كده من حاجه تانية؟ تعالى بقى ارجع للبروبرتيز. لو انت قادر تحدد البروبرتيز بالظبط، كان ممكن تعمل سكيل للرسمه بتاعتي. شوف اللي اتغير دلوقتي هو السكيل بتاع الواي. كان ممكن العب في السكيل بتاع الاكس والواي بطريقه بحيث انها تغطي كل الصوره بتاعتي. هاجي هنا واختار دي تكون 2 مثلا، واختار دي تكون 2. وممكن اصغرها، ممكن اخليها 0.5 واخليها 0.5، بس كده بقت اصغر خالص ومبقتش مغطيه كل الكادر. حسب انت عايز ايه. امر ترانسفورم مش بيعمل كده بس، انت ممكن تغير المكان بتاع الصوره زي ما انت عايز. هتقف على الصوره بعد ما تعمل الاختيار بتاع ترانسفورم زي ما اتفقنا، واحطها في اي مكان انا عايزه. لاحظ حاجه، ان انا ممكن اغير مكان الصوره دوت مع الوقت. ازاي؟ هاجي في اي حته تانية، وليكن اخر الكليب بتاعي، واقول كليك يمين تاني ترانسفورم، واقول عايز احطها في حته تانية كده. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الصوره بتاعتي هيتغير مكانها طول ما الفيديو شغال. ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه عالم عمر. بقالنا كتير ما اتكلمناش عن حاجات ليها علاقه بالسفر والسياحه، طبعا ظروف الكورونا وكده. ممكن اجي على الصوره بتاعتي هنا وادوس كليك يمين واختار انيميت. فانيميت هلاقي فيه كذا اوبشن اغير بيه شكل الصوره. ممكن اخليها تعمل زوم ان او زوم اوت، ممكن اخليها تتحرك من السنتر للادج، من الادج للادج، من الادج للسنتر، او بطريقه راندم ايا كانت ايه. تعال نشوف الزوم مثلا. هخليها تعمل زوم اوت اول ما تخش. الكلام ده كان ممكن اعمله تاني بالسكيل، بس الاسهل ان انا اختار الاوامر الجاهزه اللي موجوده في الكليك اليمين. الامر اللي بعده روتيت، اقلبها 180 او اقلبها على جنبها يمين او شمال. وممكن العب في التايم بتاعها. يعني ايه؟ يعني ممكن اخليها تسرع او تبطأ، او اخليها حتى تقف لمده زمنيه. الكلام ده يبان اكتر في الفيديوهات. هاجي اختار على فيديو تايم، وبعد كده فاست، واختار فورورد 4x. ده معناه انه هيسرعه 4 مرات. بنفس الطريقه كان ممكن ابطئه طبعا، هختار سلو بدل فاست، او كان ممكن اوقفه لمده عدد من الثواني انا اختاره، وممكن اوقفه واعمل زوم في نفس الوقت. طب بالنسبه للفوليوم، ممكن اكون عايز الفيديو الحاجات اللي جواه بس مش عايز الفوليوم اللي فيه، او عايز اتحكم في الصوت يقل او يكبر. باجي من فوليوم هنا وابتدي اختار انا عايز اعمل التغيير ده على كل الكليب ولا في اوقات معينه منه، في بدايته او نهايته. انا عايز الصوت يبتدي يظهر تدريجي او يختفي تدريجي، او انه يتشال خالص بنفس الاسلوب. بكل بساطه هختار انتر كليب واختار ليفل 0، ده يقفل الصوت تماما، او ان انا اختار اند اوف كليب واختار اللي هو يختفي بسرعه الصوت او ببطء عن طريق فيد اوت فاست او فيد اوت سلو، او ان انا اخليه في بدايه الكليب يظهر بسرعه ويختفي بسرعه برضو عن طريق فيد ان فاست وفيد ان سلو. الكلام ده كان ممكن اعمله برضو تاني من البروبرتيز. يبقى دي طريقه تانية ان انا ادوس عليه هنا، انا دايس على الفيديو اهو، وابتدي اختار الفوليوم بتاعي، بدل ما كان 1 اخليه نص، اخليه 0، اخليه 0.2، وهكذا. يبقى العب من 0 ل1. في بعض الاحيان ببقى عايز امنتج الصور لوحدها، صور الفيديو لوحده، وعايز امنتج الصوت لوحده. فهاجي من الامر اسمه سيبريت اوديو، واروح مختار ان انا ابتدي اقسم الصوت بتاعي. لو عندي اكتر من شانل للصوت هختار مالتيبل كليبس، ده نادرا ما بيحصل. انت في معظم الوقت بتختار سنجل كليب.
كده اللي حصل ان هو نزل الصوت وحطه في تراك تاني منفصل. ممكن اخد الصوت دوت واحطه لوحده تماما، ويبقى عندي الصورة مش ماشية مع الصوت. ممكن استغل الصور دي في حاجات تانية خالص. لو كانت البروبرتيز بتاعتي مش مفتوحة، برجع في اي وقت اقعد دايس كليك يمين على ده واختار بروبرتيز، يروح فاتحها لي. اذا كانت مقفولة، لو النهارده عايز اشيل الكليب ده زي ما قلنا، يا اما بدوس عليه ديليت، يا اما كليك يمين وريموف كليب. من غير ما تاخدوا بالكم يا شباب، اللي انا اديته لكم دلوقتي هو الاساسيات اللي انت محتاجها في كل برامج المونتاج بتاعت الفيديو. كده انت بعد ما هتخلص تقدر تشتغل فعلا في مجال مونتاج الفيديوهات. ممكن تعمل الفيديوهات بتاعتك على قناة اليوتيوب، او حتى تشتغل في الموضوع دوت وتمشي ايدك عشان تاخد خبرة اكبر. يمكن اللي ناقصك دلوقتي هي عملية الافكتس، وده اللي هنتكلم عنه، ودي اخر مرحلة من الفيديو دوت. من البار اللي اسمه افكتس هنا هتلاقي فيه مجموعة من الافكتس كتيرة جدا. ممكن اجي النهارده واروح مختار اي افكت من دول واشغله عندي. تعال نختار الافكت الاولاني اللي اسمه بارز. بيعمل ايه؟ بكل بساطه بيحط بارز، بيحط هنا شريط اسود من تحت ومن فوق. ايه الشريط الاسود ده لازمته ايه؟ بكل بساطه لو انت النهارده عايز تعمل حاجه زي عرض سينمائي او كده، احدى الاوبشنز اللي تكون متاحه ليك ان انت تزود البارز ديت فوق وتحت. لو عايز اتحكم في حجم البار، حاجه ادوس على الافكت نفسه اللي هو ظهر لي باسم بي. ما كانش موجود البي ديت قبل ما احط الافكت عليه، ولما اجي ادوس عليه هيظهر لي في البروبرتيز كل الاوبشنز المختصه بيه. ممكن اتحكم في السايز بتاع الشريط اللي تحت او الشريط اللي فوق، وكمان ممكن ازود شرايط تانية موجوده في الشمال وفي اليمين. مش عايز الافكت ده في اي وقت، بدوس عليه كليك يمين وادوس ريموف افكت. ممكن اعمل عمليه بلور دوت ان انا ابهت الصوره شويه. برضو بتحكم في بنفس الاسلوب في البلور بتاعي، اقول انا عايز اخباره يكون ايه. ممكن العب في البرايتنس، ممكن اجي كده واقول انا عايز اعلي الاضاءه او اصغرها. ممكن اغير في الكونتراست، كلر شيفت بيفصل الالوان، كروب بيشيل جزء من الفيديو، وده يختلف عن البار بيحط الشريط على الفيديو، لكن كروب بيشيل جزء من الفيديو. يعني لو جيت النهارده حطيت حاجه ورا الفيديو بتاعي وقتها هيظهر. بنفس الاسلوب كل الافكتس بقى بتلعب بنفس القصه، انت بتغير في شكل الصوره بتاعت الفيديو بتاعك. ممكن تحط بارز عليه، تحوله صوره نيجاتيف، تعمل له بيكسلز، تلعب في الكالر ساتوريشن بتاعك، تحوله ابيض واسود او تزود درجه الالوان، تعمل له شيفت تخليه يطلع لفوق شويه ينزل لفوق شويه. كل ده بالافكتس بتاعتي. لكن اهم افكت واخر حاجه هتكلم عنها النهارده هي موضوع الكروما كي. تعال نتخيل ان انت عندك صوره او فيديو، الفيديو دوت انت حاطط كروما كي وراك، يعني حاطط خلفيه من لون موحد وراك، وعايز تحط حاجات بتحصل ورا الفيديو ده. يعني في الصوره اللي قدامنا دلوقتي المفروض طبقا للتراكس في فيديو شغال وراها، تمام كده. انا عايز الست دي تظهر من غير الشكل الاخضر اللي موجود، ويظهر الفيديو وراها عادي جدا. اللي انا هعمله هنا ان انا هستخدم الافكت اللي اسمه كروما كي. هاخده واروح سحبه على الصوره، وهدوس عليه بروبرتيز، تمام كده، واختار الكي كلر اللي انا عايز اشيله يبقى ايه. دوست على كي كلر مرتين، هيختار لي الباليتا ديت. اقول له بيك سكرين كلر، واقول له اللون ده هو، اشوف انا رحت اهو على الفيديو بريفيو، اللون ده هو اللي انا عايز اشيله، واروح دايس اوكي. ابتدى جزء منه يتشال. طب ازاي اشيل الباقي؟ لاحظ ان الفيديو بتاعي ابتدى يظهر وراه. ابتدي العب في الفاز من هنا، وابتدي اشيل اكتر واكتر. ممكن العب في القيمه نفسها، اكتب 200 مثلا. كده كل الاخضر اتشال، الست موجوده دلوقتي معانا. وممكن اغير السكيل بتاعها كمان، واقول هنا 0.5 واعمل ترانسفورم واحطها في اي مكان انا عايزه. كده بقى الجزء من الباك جراوند بتاعي. الكلام ده تاني ينفع للصوره او ينفع للفيديو. كده يعتبر انا لخصت لك كل شيء انت محتاجه تقريبا علشان تشتغل في مونتاج الفيديوهات. زي ما اتفقنا في اقل وقت ممكن، مفيش تكلفه خالص، برنامج ببلاش ومش محتاج جهاز قوي، يبقى مش هتكلف نفسك. شير الفيديو ده مع اي حد مهتم، اي حد عايز يتعلم. لو دي اول مره ليك على القناه اشترك في القناه، متنساش تعمل لايك للفيديو، هستنى كومنتات اي اسئله معاكم. اشوفكم على خير.